السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه على المقابلة ولا الحلقة المثيرة اللي كانت بين مستر أبي وكذلك حسين جناد، والكثير والكثير من الأسرار تم كشفها. يعني احنا دائما وابدا نعرف بلي مستر أبي راهو يضرب في الصميم ويسقسي أسئلة جريئة، ويحاول دائما أنه يصل إلى ما يريد المتابع أنه يصل إليه، خاصة في الأسئلة اللي راهو يوجهها علاه تكره بالماضي، علاه سربت التشكيله، علاه درت علاه درت علاه درت. لكن نستعرضوا معكم التصريحات نتاع حسين جناد، نشوفوا الاجوبه نتاعو كيفاه كانت على مختلف الاسئله، ولا كيفاه رد على الاسئله نتاع مستر ابي. يلا بينا نبداو على طول. اذا الاعلامي الجزائري حسين جناد يكشف لمستر ابي عن تفاصيل مثيره حول المنتخب الوطني. حسين جناد الكوب دافريك ما جابهاش بالماضي، التشكيله اللي كانت عنده خلوها له اللي راحوا. حسين جناد بالماضي واش دار في المنتخب من مباراة الكاميرون ليومنا هذا؟ عنده عام ونص، هل استطاع بناء منتخب؟ حسين جناد: بالنسبة لي بالماضي بدون مساعده سيرجي رومانو مثل السيارة بدون عجلات. أنا مسؤول عن كلامي والناس اللي تعطيني المعلومات تعطوني واش كاين. حسين جناد: سيرجي رومانو هو العقل المدبر في المنتخب في كان 2022، خرجنا بنقطة واحدة والسبب هو غياب رومانو عن المنتخب. مستر أبي لحسين جناد: لديك شهادة في معهد الفلاحة، كيف دخلت عالم كرة القدم؟ حسين جناد: دخلت بكري لعالم كرة القدم وكنت رئيسا لنجم القليعة خلال سنة 1996. حسين جناد: هناك جريدة سربت التشكيلة قبلي لكن بالماضي لم يتكلم عنها. يضيف أيضا: قلت لي بالماضي أعطني 15 دقيقة نعطيك معلومات تهمك أنت والمنتخب ولا تملكها، وتحديته أمام الجميع، كنت راح نعطيه المعلومة ونعطيه نصيحة. يضيف أيضا هنا مستر أبي قال له: يجب أن نقر أن جمال بالماضي هو من فاز بالكأس الإفريقية. رد عليه حسين جناد قال له: ليس بالماضي من جلب كأس إفريقيا، جمال بالماضي لقاها واجدة، بالماضي بدون مساعده رومان هو لا شيء. أروح نسمعوا فضيحة من العيار الثقيل. قال لك حسين جناد: التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري يقدمونها لي وأنا أنشرها قبل وقتها، وأضيف إلى ذلك هذه ليست أول مرة أقوم بهذا الفعل، ومن يعطيني التشكيلة يعمل مع بالماضي ولا أستطيع البوح عنه. وهناك من يقول أن ابني يعمل مع الاتحادية، وهذا ليس صحيح لأن ابني لا يتواجد بالجزائر بتاتا. هذه راهي خطيرة جدا. يعني كاين خاين في المنتخب الوطني، كاين واحد راه يسرب في المعلومات على المنتخب الوطني. اولا لازم نعرفوا علاه مستر ابي قام باستقبال ولا دار الحصه هذه مع حسين جناد، لانه حسين جناد عنده اخبار مثيره للجدل، والكثير منها راهو اخبار مخطئه غالطه، ويحوس انه يعني يخلي الراي العام في مغالطات. يعني لو كان تشوفوا الحصه نتاعو مع معزوزي في دزاير تيوب، ولا في دزاير في القناه هذيك اللي يديروا فيها الحوارات نتاعهم والتوك شو تاعهم، تلقى باللي انه المعزوزي يهضر بالارقام، المعزوزي يهضر بالمصادر نتاعو، بالاضافه انه حسين جناد ما عنده لا مصدر لا ارقام لا والو، يهضر غير باش يهضر، ما عندوش، ما يقدرش يكشف على الاوراق نتاعو، لانه عنده اللي يعاونوه من الاتحاديه، وانه يتبان لي انا راهو مدعوم من الاتحاديه، مدعوم من الاشخاص اللي حابين خاصه انه ياثروا على المنتخب الوطني، لانه كما شفنا دائما تصريحات نتاع حسين جناد راهي ضد المنتخب الوطني، ضد بالماضي. وهنا مستر بيستغل الفرصه وحاول انه يفهم الكثير من الاشياء، لكن دائما وابدا لقينا نفس الاجابه، ما كانش هذيك الاجابه اللي راح تريحك وتعطيك الرسمي. علاه؟ لانه لو كان يخرج بالماضي ولا يخرج ابراهيمي ولا يخرج فلان وفلان يهضروا، هنا تلقى الرسمي. مادام انه هذو الصحافه، حسين جناد معروف بانه تشاش وخلاص، او يتيري وخلاص، ما عندوش ما يهضرش ما يهضرش هضره مسقمه، ولا يعني ما عندوش معلومه مأكده، لانه يتيري وخلاص. من ذاك يجيب لك خبر من الشرق، من ذاك يجيب لك خبر من الغرب. عندنا لو كان نشوفوا الى التسريب التشكيله، بالاضافه الى انه هضر على المساعد. نهضروا اولا على المساعد. ياو بيب غوارديولا عنده مساعد، بيب غوارديولا عنده مساعد، ولو كان تشوفوا برك كيف حتى انه رجع يهضر وحده. عنده المساعد الاول نتاعو راح لليستر، عند المساعد الارتيتا اللي كان مساعده ايضا اصبح مدرب وراه يدرب في، وراه يدرب في ارسنال، كان يعتمد عليهم، لانه المساعد لازم ديما هو ايضا يمد لك المعلومات، هو يعاونك. علاه كاين مساعد؟ باش تستغله، باش تتعاونوا انت وياه. تسمى اذا بالماضي ما عندوش مساعد فخلاص، كما قال لك ما جابهاش، لقاها واجده. كيف لقاها واجده؟ هو بنى منتخب من الصفر، بنى منتخب، طلع منتخب جديد وعول عليه. جال المنتخب لقى بن ناصر ما لعبش، جال المنتخب ولقى محرز ايضا ما لعبش، جا لقى الكثير والكثير من اللاعبين ما لعبش. نشفى انه في سنه 2019 كان عندنا دو زيكيب،
ليكيب في الاحتياط وليكيب في تلعب في ارضيه الميدان. المباراه الاخيره في دور المجموعات في كان مصر لعبناها بالاحتياطيين وربحناها، يعني فما بالك انك تقول بالماضي ما دار والو. بالماضي عنده فكر تكتيكي، عنده الكثير والاشياء راح يقدمها للمنتخب الوطني، لكن ما راحش يخليوه. نجيو لي حاجه واحده اخرى وهي تسريب التشكيله. قال لك باللي عندي ناس تسرب لي، وهذه معلومه خطيره جدا، يعني انه كاين خائن في